السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده جينا معاكم ازاي نعمل الليمون المعصفر. لو اول مرة تدخلي المطبخ وتعملي ليمون مخلل، ان شاء الله هنطلع الليمون المعصفر من ايديكي في منتهى الجمال باذن الله. طبعا كل سنة وحضراتكم بخير، رمضان على الابواب والناس كلها بتحب تخزن في الوقت ده الليمون والزيتون والحاجات دي طبعا. بس الليمون طبعا الاسعار بتاعته ممتازة جدا اليومين دول، والسعر بتاعه قليل خالص على قد الايد. فالزيتون هيبقى سعره عالي علينا شوية، فاحنا نحب نجيب الليمون بقى ونخلله بطريقة تكون كويس. يعني احنا متعودين ان احنا نخلله بالطريقة العادية، لا احنا نخلله بطريقة تكون حلوة. حتى لو احنا مثلا هنحتاجه في رمضان هيبقى جميل وكمان احسن من الزيتون كتير. يعني الناس اللي بتحب الزيتون هتجيب كمية قليلة على قدها. وطبعا بقية الأسرة بقى بيحبوا الليمون كده، فاحنا نعملهم الليمون بطريقة حلوة. طبعا هندور بقى ان شاء الله علشان لو نشوف الليمون بتاعنا المستوي الجميل اللي ما شاء الله احنا مش حاطين عليه زيت ولا اي حاجه. ما شاء الله الليمون من نفسه منزل لون كده جميل في منتهى الجمال، ومستوي معانا وما شاء الله ما كملش معانا 4 ايام. والله 4 ايام يا بنات، يعني الليمون اللي قدام كده بقى له 4 ايام بس. وكنت عامله الكميه دي، يعني قلت مثلا دي، وان شاء الله نبقى مجهزه رمضان ان شاء الله برضو هنعمل له. فاحنا بنتاخر شويه مادام الليمون ده بيجي بسرعه فمش هنستعجل عليه. بس اليومين دول الليمون حلو قوي، فاحنا بنحب ان نجيب الليمونه الصفرا الحلوه قبل ما الجو يبرد، بيبقى قليل شويه. هنبدا كده على بركه الله، نقول احنا عملنا الليمون الجميل ده ازاي وازاي خللناه. شايفين ما شاء الله الليمونه متخلله مستويه ما شاء الله 4 ايام يا بنات. اول حاجه نبدا كده على بركه الله نقول المكونات بتاعتنا. اول حاجه معانا، انا دول كيلو ونص من الليمون، انا مقطعهم كده بعد ما سويتهم يا بنات. ما قطعتهمش وهم على النار يعني علشان ما يدخلش فيهم ميه. انا بعد ما استووا جبت بالسكينه بالراحه كده وبدات ان انا اقطع المثلث، يعني اللي على هيئه مثلثات كده، 4 4 ارباع ونص. اللي حابب يعملوا كده بالنص، حابب يعملوا 4 ارباع، مفيش فيها مشكله. تمام. عندي هنا كوبايه من العصفر، عليها معلقه كبيره من حبه البركه علشان ما تسمرليش الليمونه بتاعتي. فانا بحط بس معلقه بس من معلقه الطعام دي. ومعاها معلقه من الكركم صغيره، معلقه من الكركم بتفرق معانا في لون الليمون المعصفر بتاعنا. تمام. ما عندكيش تستغنى عنه، مفيش اي مشكله خالص. عندي هنا 3 قرون شطه من اللي هي الحمراء، ضربتهم في الخلاط زي ما انتم شايفين كده، بس يعني هم زي ما انتم شايفين كده. وحطيت عليهم حوالي لترين من الميه او لتر ونص من الميه، وعلى حسب طبعا ما الليمون بتاعنا يحتاج في البرطمانات. انا مش حاطه الملح لسه، فانا بدوب الملح كده. وطبعا دي الدقه بتاعتي اللي هحط منها برضو على الليمون لو احتاج. بندوب طبعا بنحط كده، بنقلب الشطه كده في الميه عشان تطلع اللون الاحمر اللي فيها. 3 قرون شطه حمر، لو انت حباه بارد بتجيب الاحمر اللي هو بتاع اللي احنا بنخزنه للمحشي وبنخزنه للايه، لاي حاجه، بس بيكون بارد اللون الاحمر. ممكن تجيبيه الوان، ممكن تجيبيه، انا جايباه ب25 جنيه الكيلو الاحمر اللي هو البلدي العادي. بس كان في منتهى الجمال وجميل وما شاء الله كله لحم برضه. طبعا بندوب الشطة كده علشان تطلع اللون اللي فيها. وبعدين هيكون معايا حوالي 5 معالق من الملح على حسب الملح بتاعك. انت بتدوبي الملح بتدوق على طرف المعلقة كده الملح بتاعك. انا عايزة الملح بتاعي ما يكونش قوي، يعني عايزاه الحدق الحلو زي حدق السمك كده. شو انت لما تكوني بتعملي تمليحة للسمك بيبقى الحدق زيها كده بس عالي شوية. تمام، علشان الليمون بتاعنا ما يحدقش معانا. كده يا بنات. زي ما انا قلت لكم، انا حطيت الليمون اول حاجه حطيته على النار غيله غلوه واحده، والتانية قمت شايلاه على طول. ونقعته في الميه لمده يوم كامل. نقعته في الميه لمده يوم كامل قبل ما اقطعه قبل ما اقطعه خالص بالسكينه. تمام، يعني هو حب زي ما هو. نقعته يوم كامل عشان ينزل المراره اللي فيه، وبغير له الميه كل شويه زي الترمس كده. فتغيير الميه ده بخلي المره بتاعته تطلع على طول، وبتاكليه بدري ما بيتاخرش معاكي. تمام. جيت قطعته بعد ما برد كده خالص، وبدات اغير له الميه في اليوم ده. يعني من عملته الصبح وقعدت اغير عليه مرتين 3 في اليوم كده، وانا بطبخ وانا بعمل. وتاني يوم بقى صبحت الصبح عملته زي ما انتم شايفين كده، قطعته كل ليمونه النص وفي 4 ارباع. تمام. وجبت العصفر بتاعي على معلقه الكركم على معلقه حبه البركه، وبدأت ان انا احشي دي معلقه كوبايه من العصفر، معاها معلقه من حبه البركه، معلقه من الكركم. تمام. احشي كده زي ما انتم شايفين. الليمونه ما شاء الله متماسكه، لا هي طريه مهريه مني ولا اي حاجه. انا مقطعها بالسكينه
بعد ما سلقتها ونقعتها يوم كامل. اليوم كامل ده بيفرق معانا يا بنات، بيخلي الليمونه طالعه معانا مش ممرره، وكمان بتستوي معانا بسرعه وطعمها بيبقى جميل. بدخل كده الحشوه في قلب الليمونه. عايزه تعملي برضو ما تحشاش قوي وتحط الخلطه كلها في الميه، مفيش اي مشكله، بس طبعا دي بتفرق كمان في الطعم وبتخلي الليمونه متطعمه بالعصفر والحاجات دي. تمام. في بعض الليمونه اللي هي المخدريه اللي في ايدي دي، طبعا دي كانت خضره، فطبعا ما رضيتش ارميها لان الليمونه كبيره وما شاء الله كلها لحم. وفي قرن شطه كده بحطه في وسط البتاع عشان يديلي حراره لليمون. للناس اللي بتحب طبعا الحاجه الحاره بتقسم بتقطع القرن الشطه ده نصين، بينزل الحراره بتاعته بسرعه. تمام. شايفين الليمونه مقطعه 4/4 وما شاء الله لا هي مهريه. يا دوبك يا بنات بنحط الميه وبتغلي غلوه، تاني غلوه خلاص بنقوم طافين على طول وغسلينه. تمام. وما شاء الله كان في منتهى الجمال. هاحشي الليمون كله بالشكل ده، وطبعا انا قلبت الملح مع الشطه ومع الميه، وبقى هبدا ازود البرطمانات بالميه اللي احنا عاملين ظابطين حدقها بالظبط، علشان الليمون بتاعي لا يبقى حادق ولا يبقى عادب معايا. هخلص الكميه دي كلها وهنزود الميه ونشوف هنزود الميه ازاي وهنقفل عليه بايه. طبعا معايا حوالي 4 ليمونات خضر عشان هقفل وش البرطمانات بالليمون الاخضر ده. هعصر على وشه شويه ليمون، وبعدين هغطي الليمون بتاعي بقشر الليمون اللي انا عصرته. تمام. هخلص وبعدين نرجع معاكم ان شاء الله عشان ما نطولش عليكم الفيديو. كده حبايب قلبي بعد ما خلصت الليمون بتاعي، طبعا برطمان ببرطمان كده بعمل واحد وبملاه وبغطيه. تمام. عندي الدقه بتاعتي اللي انا عاملاها في الميه طبعا باملي البرطمان بتاعي على الاخر خالص واغطي الليمون كله. وطبعا الليمون بيبقى فيه بعد واحده بتعوم كده بقوم جايبه الليمون الاخضر وايه ومثبتها بيه علشان يستوي كله زي بعضه ما يبقاش حته وحته. تمام. وبعصر ليمونتين كده على وش، زي ما انتم شايفين كده، بعصر الليمون كده على وش الليمون بتاعي، وبقوم حاطه الليمونه الخضرا دي تربط لي الوش بتاعها، يعني ما تخليش الليمون يطفح على وش الميه. تمام. زي ما انتم شايفين كده. هشيل بس البذور بتاعه القشر الليمونه بتاعه الليمونه الخضرا علشان ما تمرريش الميه. زي ما انتم شايفين كده اهو. وابدا اغطيها بقى وهخلص كل البرطمانات وان شاء الله هنوريكم الليمون بتاعنا عامل ازاي واستوى وما شاء الله في قمة الجمال ما شاء الله. 4 ايام هطلعي منه تاكل ما شاء الله في منتهى الجمال. عايزه تعملي في وسطها شطه بقى، تعملي جزر، تعملي الحاجه اللي انت بتحبيها حطي. ممكن كمان نبشر مع بشر جزر للي بيحب الجزر، بس بصراحه الجزر غالي جدا اليومين دول، فاحنا بنعمل حاجه اقتصاديه. الليمون انا كنت جايبه الكيلو ونص ب15 جنيه، الكيلو ب10 جنيه، ومنقياه ليمونه من ليمونه عشان الليمون المعصفر بيحتاج الليمونه اللي ما تكونش فيها اي بقعه سمراء او حاجه. هنخلص بقيه الكميه كلها ونيجي ان شاء الله معاكم. كده حبايب قلب الليمون بعد ما استوى 4 ايام انا حبيت اطلع منه، كان عندنا سمك فقلت اطلع منه بقى نبدا ناكل منه، لان طبعا الليمون ده ما شاء الله انا عاملاه علشان ما يغيبش معايا. 4 ايام بنطلع منه ما شاء الله في منتهى الجمال. زي شايفين اللون بتاعه عامل ازاي. معلقه الكركم بتدي لنا لون جميل قوي لليمون كمان، والميه بتاعته بتبقى في منتهى الجمال. الريحه بتاعته عامله ازاي ما شاء الله. بألف صحة يا رب. إن شاء الله بإذن الله لو عملتوه مش هتندموا وهتخزنوا منه شهر، هنخزن منه شهر رمضان الكريم إن شاء الله، وهيطلع معاكم في منتهى الجمال. يا ريت طبعا اللي شاف الفيديو وعجبه ما ينسانيش طبعا بدعاء كده من قلبه، ربنا يبارك فيكم يا رب. وإن شاء الله بإذن الله الوصفات بتاعتي كلها بإذن الله تكون اقتصادية وسهلة، علشان طبعا ربنا طبعا يرخي قوت المسلمين، وطبعا عاوزين حاجة تكون اقتصادية وتسهل علينا في أيام الدراسة. ربنا يعين يا رب كل الأهالي على أولادها في ظل الظروف دي. فاحنا عايزين نعمل حاجه تكون في البيت، وطبعا الحاجات اللي بره ما بتبقاش امان، يعني اي مخللات دلوقتي انا ما اقدرش ان انا اشتريها من بره، حتى لو اشتريتها غصب عني بتبقى برضو بقى جايباها وانا مقلقه منها. فاحنا نعمل حاجه في البيت، بدام في مقدرتنا ان احنا نعمل حاجه خلاص نعملها في البيت، وتكون حاجه نظيفه وتكون حاجه صحيه لاولادنا على الاقل الحاجات اللي احنا نقدر نعملها. تمام. فان شاء الله باذن الله انتظروا بقى وصفات سهله وبسيطه ان شاء الله، علشان نعمل حاجاتنا في البيت، وباذن الله نعمل لكم حاجات جديدة. وإن شاء الله انتظروا الفيديوهات الجديدة بإذن الله. لايك وشير يا بنات لو إن شاء الله لو استفدتوا من الفيديو، وإن شاء الله أشوفكم على خير في فيديوهات تانية بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.